دخلت عناصر المنتخب الوطني للترياثلون المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الخاصة بالألعاب الإفريقية بعد خوضها لثلاث تجمعات تدريبية بمدن الدار البيضاء والجديدة قبل الوصول إلى مدينة إفان نقطة اختتام استعدادات المنتخب الوطني للترياثلون للألعاب الإفريقية. هاد الالعاب الافريقيه غادي تعرف حضور ديال مهدي الصديق وبدر سيوان نبيل كوزكوز. هادو اعداء اللي شاركوا في كاس افريقيا وبطولات عربيه وبطولات افريقيه. مهدي الصديق مصنف 6 في افريقيا ومصنف 120 عالميا. هاد التصنيف ديالو كيخولي لحد الساعه يكون يمثل المغرب في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو 2020. خص غير يستمر باش يحافظ على المرتبه ديالو. بدر سيوان كان بطل افريقيا في السنه الماضيه 2017. عنده القاب. الابطال ديال المغرب اللهم لك الحمد مزيانين، عندهم القاب يقدروا يديروا انجازات مزيانه في هذه الالعاب الافريقيه. هذه الالعاب في مثابه كاس افريقيا للكبار، لان هي مسميه الالعاب افريقيه للكبار. دونك حنايا بغينا نديروا البصمه ديالنا وحنا مستعدين الحمد لله. درنا من مارس لهنايا درنا تقريبا 5 ديال التربصات، والفريق ديالنا كيف كتشوفوا هو مستعد. ودليل على داكشي على هادشي هو اننا حققنا في السباقات الافريقيه اللي دازت مؤخرا كلها. العدائين ديالنا كانوا كيشاركوا، لا بدر سيوان ولا المهدي الصديق، كانوا كيديروا دي بوديوم مزيانين. 6 عناصر ستمثل رياضة الترياثلون الوطنية في الألعاب الإفريقية، 3 على مستوى الذكور و3 على مستوى الإناث. الأسماء الوطنية ستحاول تزكية تألقها في البطولات الإفريقية الأخيرة من خلال الظفر بأكبر عدد من الميداليات في المحفل الإفريقي. لي زونطرينمون كيدوزو مزيان، كنترينيو 3 فوا باغ جور، كنديرو لا ناتاسيون الفيلو كورس ابيي ب3 كل نهار. وهذه لا بروميير سيمين تاع لادابتاسيون. ان شاء الله لا دوزيام سيمين غادي يطلع فيها شويه ديال لا شارج تاع لونطرينمون، وفي لا تروازيام سيمين غادي يكون بحال واحد النوع تاع لافيطاج باش ان شاء الله نكونوا بخير لو جور ديال لا كومبيتيسيون. هادشي كامل داخل في لي بريباراسيون ديالنا لي جوز افريكان اللي غادي تكون ان شاء الله في الرباط، وكنطمحوا ان شاء الله نمثلوا المغرب احسن تمثيل ونجيبوا ميداليات. رياضة الترياثلون الوطني ستكون على موعد إفريقي من خلال مشاركة الأبطال المغاربة في الألعاب الإفريقية التي ستكون محطة من محطات التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والاستعداد لباقي المواعيد الإفريقية.